هنا الاسم الجميل يقول له فاروق ضارب عبد العزيز مرتين. يعني تحسها واحد جاي يسولف له سالفه، جاي يسولفها للثاني. فاروق ضارب عبد العزيز مرتين، زين ليش مرتين؟ قو بيكون شيء يجنزل عبد العزيز يسقطه، ليش بس مرتين؟ والله ما لوحدك مش فاروق على هذا الاسم ويسقطه. مرحبا، شلونكم؟ اموركم، احوالكم، صحتكم، عافيتكم، شكو ماكو. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو عبارة عن اسماء من العصر الحجري، اسماء اشخاص واسماء محلات. راح تشوفون اسماء يعني فوق الخيال. يعني واحد اسمه اصليلقع، واحد اسمه جربوع، واحد اسمه زبالة، واحد اسمه ماصول. يعني تخيلوا بشر اسمه ماصول. الله لك والله على الاسم. المهم بالمناسبة انا اكو شخط هنا طالع، هذا ما لكم علاقة بيه، لان هسه وانا جاي اصور شفت هذا شخط بقصي. شنو هاي؟ باوعت هيك لقيتها عورة، طلعت متعورة وانا ما ادري. شايفين هيك بشر. المهم ما اطول عليكم بالمقدمة كذا، راح تشوفونها بالفيديو وراح تشوفون هاي الاسماء والضحك المو طبيعي. قبل لا نبدا الفيديو، اذا انت جديد على القناة طب اشترك بالقناة وفعل الجرس وخلي لايك وتعال. انا جيت. وهسه نبدي ونشوف اول اسم من هاي الاسماء التاريخية العظيمة. اول اسم يقول صباح الخير عبد الله، صباح الخير عثمان. حبيبي والله صباح النور، اهلا وسهلا بك. مساء النور متابعيني، مساء النور اني، شلونكم؟ يعني اسم اسم صباح الخير. لا انه بالحلو صباح الخير عبد الله، صباح الخير عثمان. اوكي خلينا نشوف الاسم الاخر. الاسم الاخر يقول كان خربان زمان. كان خربان زمان وهسه صلحوه. حلو، يعني اسم مضبوط. الجنسية من الهند. اوكي خلينا نشوف اللي وراه. احسن اخلاق احمد. هسه هذا اسمه لو جاي يمدح بواحد، لو شنو بده يحكي على واحد هو يعني مثلا شنو اسم احسن اخلاق احمد. جنسيته باكستان. اوكي بس الاسم وشوف النظرة، ولا وطال انه صجة، بس النظرة مالته قاتلة. اوكي خلينا نشوف اللي وراه. اللي وراه ماشي حافي ليل نهار. انتم بس ركزوا لي. يا تحسه صدق يعني فقير ما عنده فلوس هيك، صدق ماشي حافي صاير بحاله. اوكي هاي الاسماء العظيمة اللطيفة. مطر بن صابون بن شرموط الأمري. مطر بن صابون بن شرموط الأمري. انتم بس لاحظوا على مطر، شوفوا له مطر صاير بحاله وشلون ضايز بالصورة. هنا الاسم الجميل يقول له فاروق ضارب عبد العزيز مرتين. يعني تحسها واحد جاي يسولف له سالفة، جاي يسولفها للثاني. فاروق ضارب عبد العزيز مرتين، زين ليش مرتين؟ قو بيكون شيء يجنزل عبد العزيز يسقطه، ليش بس مرتين؟ والله ما لوحدك مش فاروق على هذا الاسم ويسقطه. هنا كل جميل فقير. هسه الاسم تحسه حكمة، يعني مو اسم. اوكي اللي وراه ابراهيم مهاوش نملة. ابراهيم عايف العالم كله وجاي يهاوش النملة، الظاهر فارغ كلش يعني. اوكي هذا هنا يعني انه هذا اعلان تحذيري لهذا الشخص اللي هو اسمه صداقة الله صديقي، سبحان الله صديقي. يعني اسم الشخص شوف طوله. الاسم يعني بس لاحظوا لي الاسم شلون. هسه انا اسمي محمد نجم، هو اسمه صداقة الله صديقي، سبحان الله صديقي. انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. وهسه خلصنا من اسماء الاشخاص اللي تجن وتموت. نجي لاسماء المحلات. ويانا اول اسم مرطبات الحاج زبالة. يعني شلون واحد يصير له نفس يجي ياكل من هاي المرطبات؟
هي اسمها زبالة، شلون هسه انا اجي اوقف يمها واكل من عندها؟ زين الاسماء ايش قدها؟ يعني تقدر تسمي مثلا اي اسم للمحل الا زبالة، الا باسم الحاج. الحاج غير اسمك زبالة، كانت تعرف الاسماء كلها تسمي روحك زبالة. اوكي خلينا نشوف اللي وراه. هنا عندنا مجوهرات الضراط. يعني انا بس اريد اعرف لما واحد يجي يسمي هيك اسماء شي يحس يعني شي يريد بالضبط، المن يريد يوصل. يعني مجوهرات عنوانها الضراط، اسم محل الضراط، ضراط يا ظالمين النفس. اوكي خلينا نشوف اللي وراه. مطعم دلع كرشك، حلو. تحسه يدللك هذا لما تطب المطعم انت يظل يلعب لك بكرشك. خلينا نشوف اللي وراه. صالون انت اخرى، هي المفروض انت يعني يكون اكو كسره. يعني اعتقد يوصفوا لك بهذا الاسم انه تطب كائن وتطلع كائن ثاني، يعني تطلع كائن اخر. ايدز اذن جماعة المكياج جاي اللي يلف هواي صبغن شاشتشن. شوف اللي وراه. شركة مطاعم البغل. بغل والله صدق بغل، لان لو ما بغل ما سميت اسم. شركة ومجموعة مطاعم دايرها انت مسميها البغل يا بغل. ثولي والله انت ثول. شركة مطاعم البغل الكبرى. الكبرى. ظهر بغل كبير هذا. خلينا نشوف اللي وراه. بقالة الحنان والود. يعني هاي تطب لها البقالة يشبعوك حنان، يونسوك يعني حنان، يعني مو حنان بني، لا حنان يعني يداروك قصدي. اوكي يلا خلينا نشوف اللي وراها. الانترنت للخياطة الرجالية. زين شلون يعني مثلا لا اريد اسوي مثلا بنطلون دزلهم على الماسنجر لو شنو الوضع؟ شلون يعني الانترنت للخياطة الرجالية؟ انا بس اريد افتهم الفكرة مال العنوان مال المحل. الانترنت للخياطة الرجالية شلون؟ شنو الغباء هذا؟ خلينا نشوف اللي وراه. تنبيه من المطعم ان المطعم غير مفتوح لانه مغلق. واو شنو هاي الصدمة؟ شنو المعلومة هاي الخطيرة؟ المطعم غير مفتوح لانه مغلق؟ صدق اللي مخلي القطعة. ما اقدر احكي، خلاص ضل ساكت. خلينا نشوف اللي وراها. من الصورة مال ميسي شرقت انا. مؤسسة ميسي سليمان سويلم. شنو هاي؟ سويلم العطوي. انتم بس لاحظوا الميسي مسوي. انا ابوي سليمان سويلم. يعني صدق تضوج. مؤسسة ميسي سليمان سويلم العطوي للمقاولات والمباني السكنية. زين ميسي شو له علاقة بالموضوع جايبينه بهاي المؤسسة اللي ما لها ربط لا بالرياضة لا لا علاقة بالرياضة؟ ميسي سليمان سويلم العطوي للمقاولات والمباني السكنية. واو صراحة فشي عجيب. اهنيكم اني على هذا الاسم الخايس. خلينا نشوف اللي وراه. هنا عندنا مطاعم ماما غدينا بابا عشينا. لا والله عاد الشغل يعني صدق اتفاجئ انا بهيك اسماء. يعني شلون هسه شلون يسمون هيك اسماء؟ ماما غدينا بابا عشينا ومطعم صف مطعم. يعني مثلا واحد يتغدى هنا ويتعشى بهذا المطعم. لو شنو وضعكم انتم؟ انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين لقيتها؟ هنا مطعم رائد الزهر بدون اخوانه. اوكي جاي مطعم سعيد الزهر واولاده ما عدا رائد. يعني شوف العركة صايرة بيناتهم. رائد مفتح مطعم بدون اخوانه، فجاي ابو رائد مفتح مطعم هو واولاده بدون رائد. يعني صراحة فشي كل شي ما تفتهم من عنده صايرة بينا الين انا. هلو
هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي ترى غير شغله هاي. المهم وصلنا لنهاية الفيديو. هاي كانت اخر صورة مع الرائد واخوانه، رائد بدون اخوانه، وسعيد الزهر مع اولاده بدون رائد. العركة هاي الظاهر متفض لو يجي البكر مجرد قرداحي. المهم ان شاء الله عجبكم واستمتعتوا وتونستوا بهذا الفيديو. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. باي.